ومدرب الزمالك قبل ما يلبسوه لبس بتاع العرقسوس ده والجلابيه اللي هو لابسها الدمور ولا البافته ولا التيل ناديه دي، ويجيبوا له الحصان العيان الجعان اللي ما كلش بقاله اسبوع علشان يقول احنا الملوك ويدوس على الرايه الحمراء اللي هي بتاعت الاهلي. هو حضرتك تعرف مين الاهلي؟ حد قال لك او فهمك انت بتعمل ايه؟ طب لو ما تعرفش اسمع الفيديو ده ووصلوا له الفيديو ده علشان يعرف من زملكاوي مين هو النادي الاهلي. اهلا بكم ومرحبا في حلقه جديده من البريمو مع ريمو سيمو. وما تنساش اللايك والاشتراك في القناه، وباذن الله الحلقه دي تحدي 5000 لايك واحنا قدها، وكومنت بحب ريمو سيمو وهم البريمو. نبتدي على بركه الله الحلقه الجديده اللي برضو عن تقديمة مدرب الزمالك الجديد، لان الكلام اللي هقوله النهارده مهم جدا جدا جدا. فاستنى معايا دقيقتين ثلاثه وكمل معايا لاخر الفيديو. النهارده مدرب الزمالك بيعملوا له تقديمه شبه ملطوشه، مش عايز اقول مسروقه من تقديمه محمد علي بن رمضان، بس شتان بين هذا وذاك، حاجه يعني مسخره. انا جاي اتكلم النهارده من كميه التريقه اللي خدناها على هذه التقديمه اللي قبل ما بتسيء لاي حد بتسيء للنادي الزمالك وبتقلل منه وبتوري ان احنا ملناش في البلاله خالص ولا اي حاجه. بس انا عايز اقول حاجه وهي اهم حاجه، هي ليه الرايه اصلا حمراء؟ سؤال يعني يا استاذ فيريرا اللي مش عارف اقول اسمك الاولاني، الرايه اللي حضرتك بتدوس عليها وبتضربها بالسهم رايه حمراء ليه؟ هو حضرتك ما تعرفش ان هي المفروض تبقى زرقاء؟ اي والله المفروض تبقى زرقاء، لان اللي خد مكاننا هو بيراميدز اللي رايته زرقاء، ما هو خد مكاننا الوصيف، ما هو بقى الثاني واحنا الثالث، مالنا بقى احنا برايه الاهلي الحمراء اصلا؟ انا هكلمك على تاريخيا وهكلمك على كل حاجه، بس اصبر معايا علشان تشوف كميه الهزلان اللي كان موجود في التقديمه دي وهنوصلنا لايه. وده الاهم، مش مهم التقديمه ومش مهم الكلام ده، المهم الدماغ فيها ايه؟ الاداره رايحه لفين الجديده؟ وبالمنظر ده رايحين لفين؟ طب بلاش دي. طب انت دوست على الرايه الحمراء وعملت الكلام ده، طب هم مش تقديمه زيزو؟ هل تعلم؟ هل شفت تقديمه زيزو؟ يعني حضرتك شفت تقديمه زيزو؟ قال لك فيها ما تستفزش الاهلي، ما تستفزوش الاهلي، الاهلي ملوش دعوه بينا وماشي في سكته وبيعمل حاله، احنا بنستفزه ليه؟ طب احنا قده؟ طب قبل ما تدوس على الرايه الحمراء دي هل انت قدها؟ هل انت حسبتها؟ هل حد فهمك؟ انا واثق ان انت ما تعرفش، انا واثق ان انت لسه ما درستش وجاي جديد ومش فاهم العمليه رايحه لفين، بس ده تقصير منك، لان الاهلي اللي ما يعرفه يجهله، اشهر من نار على العلم. فكونك ان انت مش عارف اصلا ده يخوفني انا كزملكاوي، ان واحد مش عارف اي حاجه في اي حاجه جاي بيعمل ايه؟ ضحكوا عليك ازاي؟ لبسوك لبس بتاع العرقسوس ده ازاي؟ الحصان ده ايه؟ ما صعبش عليك؟ عاوز يمشي من التصوير، عايز ياكل، ادوله حته سكر ولا ادوله ايه يا جماعه اللي احنا فيه ده؟ ايه يا جماعه الرخص اللي احنا فيه ده وشغل الشحاتين ده؟ ده لبس؟ ده جلابيه دي بتاع يونس شلبي في العيال كبرت واحمد زكي، ده جلابيه دي ملبسينها له؟ ده مدرب؟ في مدرب بيتقدم بالطريقه دي؟ في مدرب محترم اجيبه والبسه جلابيه واجيبه ما اعرفش ايه؟ طب سيبك من الكلام ده، ملبسينه لبس الصليبيين ليه؟ حد يقول لي. طب هل تعلم ان الرايه اللي انت عملتها بالنسر دي وهتقول انها مش رايه الاهلي، هل تعلم الرايه اللي انت ضربتها دي بتاع صلاح الدين؟ يعني بتوع الزمالك بقى بتوع الصليبيين وبنضرب صلاح الدين؟ يا جماعه في ايه يا جماعه؟ يا جماعه ادرسوا الحاجه واعرفوا انتوا بتعملوا ايه اصلا. اعرفوا انتوا بتعملوا ايه اصلا. هو احنا مش هنخلص من المره يعملوا اجتماع وحط لي طوبتين وكاوتشتين وما اعرفش ايه للكلام ده؟ هو احنا اللي نبات فيه نصحى فيه؟ هو هنوصل لايه؟ هو مش كفايه زيزو؟ مش كفايه زيزو اللي اتاخد مننا لما كبرنا وما رضيناش ناجل مباراه القمه فتأدبنا بيه؟ هنتأدب بايه تاني؟ حد يقول لي ايه اللي عندنا تاني يتاخد مننا؟
الاهلي دلوقتي وسام ابو علي لما عرفوا ان هو هيمشي وكذا وكذا، لو ما بقاش مع السلامه عارف بيفاوض مين؟ مصطفى محمد. مصطفى محمد وحسام عبد المجيد. كل سنه وانت طيب. هتوصلونا لفين يا جماعه؟ حد يقول لي هتوصلونا لفين؟ احنا تعبنا، احنا تعبنا. الوقت اللي احنا فيه ده لا وقت ان احنا نوصل رسائل فيه لحد، ولا وقت ان احنا ندوس فيه على اعلام حد، ولا نستفز النادي الاهلي، ولا نرد على اي حد في اي حد في الكون. نركز في مصلحتنا، نركز نشوف هنمشي نعمل ايه، صفقاتنا عامله ازاي وشغلتنا عامله ازاي. خلاص المدرب جاي، وانا من بدايه البتاع بتبسي بتاع العرقسوس ده خلاص الموضوع يعني بقى الواحد قفل منه. دي تقديمه، ويقول لك لا تقديمه عالميه، لا ده ما اعرفش مين، ده جابت ما اعرفش اكتر من كريستيانو رونالدو، وجابت اكتر كريستيانو رونالدو ايه بتاع ايه؟ انتوا بتقولوا ايه يا جماعه؟ انتوا بتقولوا ايه في اعلام الزمالك؟ معلش مع احترامي، انتوا ازاي عايشين كده؟ يعني انا بقعد اسمع 5 دقايق بحس ان دماغي خلاص، يعني دماغي بيبقى في حاجه مكانها، يعني مش عارف اوصف ازاي الحاله اللي بيبقى الواحد فيها. ما هو اذا كان اللي بيتكلم مجنون يبقى المستمع عاقل، ولا بيقولوا ايه ولا المستمع عاقل بيتكلم؟ انتوا خلاص مش ممكن، دي مش طريقه ابدا. النهارده ما كانش يجب ابدا ان احنا نشير للنادي الاهلي باي شيء، ولا نستفزه باي شيء. احنا بنقول يا حيط ضرينا يا حيط بالفريق العالمي اللي هو جاي من كاس العالم ومقدم مباريات عالميه مع بورتو البرتغالي، ومع قدام ميسي في انتر ميامي والكلام ده. هتقول لي ده طلع، ما هو ما طلعش من كاس الرابطه. ما انتش فاهم، هو ما كانش بيلعب في كاس الرابطه، هو كان بيلعب في كاس العالم للانديه اللي انا عمري ما دخلته ومش عارف اخشه ازاي. وانا بقالي 3 سنين ما بخشش اصلا دوري ابطال، مش باخده، ده انا ما بخشوش. فانت ما تكلمنيش في قصه خرج دي، ده حاجه، ده كادر تاني، ما تكلمنيش فيه اصلا. اتكلم فيه امتى؟ لما اكون انا بخش زيهم، ابقى ليا عين اتكلم. صحيح ساعتها حفل يبقى مبلوعه، انما ده كده دي اسمها نطاعه، صدقني اسمها بجاحه، اسمها انا ليا عين اتكلم، انا الدارة. اما ابقى اخش الحاجات ده بتكلم فيها، انا ماليش فيه، انا ماليش انا في المحتفلات الدوليه دي، مش بتاعتي. فالنهارده انا اجي اجر شكل واجي استفزه ليه بقى بالفريق بتاعه ده انا حامل ازاي هلعب في السوبر قدام الناس دي، بن رمضان ومع زيزو مع بن شرقي مع تريزيجيه مع معرفش ايه، مع ايه الحبشتكنات دي يا جماعه؟ وسام ابو علي، كل الناس دي انا هلاعبها ازاي؟ بمين؟ بشلبي ورشاد والناس دي؟ ها؟ دول هلاعبهم بدول؟ يا جماعه نفوق شويه بعد اذنكم. انا عارف ان انا هتهاجم وهيقعد يقول لك انت معرفش ايه وانت اشجع فريقي، يعني اقعد اقول كلام اوهام، اعيش في الغيبوبه. اصل انا دوري هنا مش ان انا امشي وراك حضرتك، صدق انا مش دوري كده. انا ليا وجهه نظر وليا دماغ خاصه بيا، وبعرض الناس، والناس في بعض الناس شايفه ان احنا بنقول كلام سليم، واللي يختلف معانا يختلف، بس انا بقول وجهه نظري ان انا شايفها صح لمصلحه ناديه اللي انا عايزه يبقى كبير. بس هي خطوه يا جماعه، احنا نزلنا تحت، احنا بقينا في بير السلم. ولا حضرتك مش واخد بالك؟ ابقى في بير السلم واقول انا فوق، ولا اطلع من بير السلم الاول واحط رجلي على اول خطوه في السلم وتاني خطوه وتالت خطوه، واحده هنط من بير السلم على طول، هطلع فوق ازاي يا جماعه؟ وما عنديش فلوس اجيب اسانسير، انا لازم اطلع هتسلق عشان اطلع. ولا انا كداب في دي؟ ما الكابتن جمال عبد الحميد ادوني الدعم اللي بياخده النادي الاهلي، وانا ادوني الفلوس بقى، الدعم الكبير ده. ما الراجل طلع قال كده، ولا انا غلطان؟ يعني ما فيش فلوس، يعني ما عنديش حاجه، يعني باقل الامكانيات. يبقى اعرف مقامي بقى، معلش، يبقى اعرف ما اقعدش اتطاول، ما اقعدش احط راسي براس الناس وخلاص، ويا ريتني عاملها صح، ولا يا ريتني انا مالفها من عندي، ده انا كمان لطشها وسارقها وعاملها بشكل يعني بشكل معفن. انا اسف بس ايه ده؟
هو ده ايه ده؟ احنا مش لاقيين مخرجين ولا مش لاقيين ملابس ولا مش لاقيين ايه؟ وايه اللوكيشن اللي احنا فيه ده؟ وايه ده؟ وايه الدروع والحاجات اللي واقعه على الارض؟ فين الناس اللي كانت ماسكاها؟ فين هم؟ ولا احنا في الوهم؟ ولا هو افلام كرتون؟ مش كانت في ناس ماسكه الدروع وماسكه الحاجات دي؟ ماتوا راح فين؟ ولا كنا بنحارب الهوا؟ طواحين الهوا؟ ولا كنا بنحارب مين؟ ولا كنا بنعمل ايه؟ يا جماعه ايه؟ ودي مش تقديمه مدربين على فكره، المدربين ما تتقدمش كده. تقديمه لاعبين، ميزوا. المدرب يتقدم بطريقه ثانيه. شوفوا النادي الاهلي بيعمل ايه بقى عايزين تشوفوا، شوفوا بجد. شوفوا بجد وتعلموا. يا جماعه احنا تعبنا، احنا لحد امتى هنفضل ننفخ في قربه مقطوعه؟ يعني نتمنى نكون ما طولناش عليكم، والى اللقاء في حلقه قادمه باذن الله.